الناس اخوتي اللي كيقول لك انا عييت من ترقى، ومني كنترقى كنولي لاباس، ومن بعد الرقيه كيولي يرجع داكشي كما كان بحال الاول. كيقولوا لي راه حنا عندنا تجديد، بغينا نهضروا على هذا النوع اللي كيهضروا كيدعيوا انهم راه كيجدوا ليهم. واش بصح نيت بالفعل كاين هذا التجديد او لا هي وهم كيبيعوا لهم عديد من الرقات؟ الاغلبيه منهم كيقول لك انا رزقي كامل مشى عند الرقات، يعني رجع لي داك الشيء كما كان في الاول، رجعت لي داك الخوف، رجع لي داك الاكل المنامي، يعني داك الماكله في النعاس رجعوا كيوكلوني في النعاس، رجعت لي ديك الخلعه، رجعت لي ديك التبوريشه، رجع لي داك مثلا قله النوم، رجع لي داك الوسواس، رجع لي ديك العزله. يعني كاع دوك الاعراض كلهم اللي كانوا عندهم من قبل الرقيه، من ترقى غبروا دوك الاعراض ما بقاوش، من بعد عاود رجعوا ليه. وانا اليوم جيت بغي نجي نجاوبكم، بغي نبين لكم الحقيقه ديال هادشي اللي كتعيشوه، باش ما تبقاوش الناس كيعطوكم شي حاجه اللي هي غلطه. يعني نتوما كتاخذوا شي حاجه اللي هي غلطه من بعض الرقات اللي ما عندهمش خبره وما عندهمش درايه، او لا ممكن يتعمدوا في هادشي هذا. في هذا الفيديو ان شاء الله غتعرف واش هو بصح نيت كاين جديد او لما كاين جديد. وانا اليوم جيت ندلك على الحقيقه ديال هذا الجديد، واش هو بصح كاين. وهذه راه حتى الناس اللي كيترقاو عندي، راه ربما راكم لاحظتوها، هذه راه غيقول لكم حتى الناس اللي كيترقاو عندي دائما مني كيسالي الحصه ديالو كنقول له واش انت باقي كتحس بشي حاجه او لا ما بقيتي كتحس بحتى حاجه. يعني هو الا كان باقي يحس ولو بشويه كان خصو يزيد يخدم، لانك انت مني كتم غادي كتعالج وكتلقى العلاج وغادي كتستافد من العلاج، يعني انت الطريق اللي كنتي كتقلب عليها راك لقيتيها. اشنو العلاج؟ خصك تزيد تصبر باش انك انت توصل للعلاج ديالك ل 100%. هو مني تكون كترقى عند الراقي، وهادشي راه كيوقع عند اي راقي، وكنسولو حنا الناس مثلا انت كملتي الحصات ديالك كنسولو كنقول لك انت كيفاش الصحه ديالك، كتقول لي انا الحمد لله راني مزيان. ولكن انت ما كتكونش مزيان، كتكون مثلا وصلتي واحد 80% ديال العلاج او لا 90% او لا 70%، هنا كتبقى المسؤوليه كتحملها انت. حنا ملي كيدخلوا عندنا الناس وكيبداو يتعالجوا كنتم غادي انت كتعالج وانت فرحان وراضي بالرقيه، يعني وانت فرحان بالنتيجه اللي غادي كديرها، خاصك ما توقفش حتى ما تبقاش تحس ولو بواحد الجزء من 100، باش هنا كتنتهي مع هذاك العالم ديال السحر، باش كتصفي الدار ديالك من سميتو من الشياطين، كدير طرد نهائي للشياطين باش كتعيش ايها الناس. كنصحك خويا مني تكون غادي متبع العلاج وكتحس انت براسك ارتاحيتي ولا الصحه ديالك مزيان والنفسيه ديالك مزيانه، وانت باقي كتحس بشي شويه، هذاك شويه فيه مشكل. انا غنشرح لك. لان من حنا كنبداو شنو هي الرقيه؟ الرقيه هي الاضعاف والطرد، فيها جوج الحوايج. كتم غادي كتضعف بداك خادم السحر، ملي كيضعف ما كيبقاش يقدر يقاوم، عاد هذاك خادم السحر كيهجر داك الجسد بحال شي واحد ما بقاش عنده الصحه باش يقاوم. هذه هي المعنى ديال الرقيه. البعض فيكم ملي كيشوف داك خادم السحر ضعاف وهو كيوصل واحد 90% او لا 80%، كيولي كيقول لك انا وليت لاباس. من بعد هذاك خادم السحر كتوقف عليه كتحبس عليه الرقيه، ملي كتحبس عليه الرقيه كيعاود يجمع داك السفن وكترجع تعيش نفس داك الالام وداك العذاب اللي عشتي سنين، كترجع تعيشو. هادشي هذا هو اللي كيخليك انت كتعالج وما عمرك كتوصل للنتيجه المطلوبه. خاصك دير طرد اولا، خاصك دير طرد لدوك الشياطين اللي في الجسد ديالك. عاد ممكن كتكون انسان عادي ما يبقى كتصفى بصفه نهائيه، عاد كنديروا لك تحسين، وهادشي خاص بينا حنا. هاد التحسين كنديروا واحد التحسين، ولكن ملي كتدخل عندنا وتجرب عندنا داك كنديروا لك التحسين كيبقى معاك طول الحياه. طول الحياه. هاد التحسين لاش صالح؟ هاد التحسين صالح الوليدات كيقراو، صالح المراه حامله، ديك المراه اللي كتسقط كيسقط ليها الجنين ديالها دائما كتحمل وكيسقط ليها الجنين، مزيان ليها التحسين. كيصلح الخدمه، كيصلح البيع وشراء، كيصلح الدار، كيصلح الطوموبيل، كيصلح القهوه،
كيصلح الحانوت، كيصلح لاي حاجه. وهذا هو باش كتحمي راسك وكتسد داك الباب ديال الرقاد، ما كتبقاش تمشي عند شي راقي، لا انا ولا جميع الرقاد. والقضيه ديال التجديد راه يلاه كتكون واحد 5%، راه كيكون تجديد، ولكن 5% ماشي كيما كيدعيو هذوك الناس اللي هما قلالين الخبره. ملي كيشوف داك باش ما يحيد المسؤوليه عليه كيقول لك والله راه جدوا ليك. لا راه ما جدوش ليك اسيدي، راه انت ما كملتيش العلاج ديالك 100%. وبحال هاد الحالات كيما شرحت لك، قلت لك كيخصو تحسين. الحالات المستعصيين اللي كنصيبوا معاه بحال هادشي كنصحوا الناس انه كنصحوه بها التحسين، ولكن اللي ما قبلش على التحسين هذاك هو كيتحمل المسؤوليه ديالو. عاد كاين ناس اخوتي اللي خدموا معنا وهذا الشيء راه كيعرفوه، يعني كان عندهم بحال هذا الشيء اللي كنا كنهضروا عليه، وطلبنا وحكاو لينا المشكل ديالهم ودليناهم على هذا التحصيل، وخدمنا ملي خدمنا لهم هذا التحصيل هذا، والحمد لله راه عايشين بخير وعلى خير. ومني كيكون عندك هذا التحصيل مثلا لو كان جيد كاع كما شرحت لكم، قلت لك راه هذه حمايه، هذاك التحصين كيكون حمايه من السحر، من العين، من الحسد، من تابعه، من اي حاجه. قلت لكم راه كيصلح لاي حاجه.